ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في التورته القمر دي؟ من التورت الشيك جدا، الترندي جدا، حلوه بجد وبكل الوانها. لما بتتنفس بتكون حلوه. بجد عجبتني وانا بعملها، ويا رب يكون ده رأيكم كمان. هستنى رأيكم في التعليقات. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت في بولة العجان بيضتين، ربع كوباية مية، معلقة صغيرة محسن جل، وهحط عليهم كمان 200 جرام دقيق سبونج. بفضل دايما اشتغل بالدقيق سبونج الجاهز علشان مكوناته قليلة اللي بحطها، لان لما بعمل البيتي اوقات بنسى احط مثلا السكر، او انسى البيكنج باودر، انسى احط حاجات ممكن تبوظ الكيكة، فعلشان كده بستسهل الجاهز، وطبعا نتيجته حلوة ومضمونة. ضربت الخليط ده لمدة 6 دقايق، وبعد كده هحطه في صينية مقاس 20 متبطنة بورقة زبدة. اهم حاجة ان انا اقلب خليط الكيك كويس جدا، علشان ما الاقيش في النص طبقة مجلدة كده ما تستويش. ده بيكون من التقليب بتاع الخليط بتاع الكيك، وطبعا من درجة حرارة الفرن برضو. هحطها في الفرن، مش هتاخد كتير، حوالي 25 دقيقة. بعد 25 دقيقة تبدأي تشوفيها، لو لسه محتاجة شوية ممكن 5 دقايق كمان، علشان لو سبتيها اكتر من كده وهي ارتفاع مش عالي هتنشف منك. هنعمل الكيكة الكاكاو بنفس الطريقة ونفس المقادير، بس بعد ما تتضرب 6 دقايق هبدأ احط لها الكاكاو، سواء معلقة كبيرة او معلقة ونص حسب ما انت عايزة، او حسب درجة اللون اللي انت عايزاه في الكيك. طبعا الكيكة كانت استوت الفانيليا فطلعتها، وبطنت برضو الصينية بورقة زبدة تاني وحطيت الجزء التاني. لما بعمل الكيك نصين بفضل ان انا اعملها في صينيتين، ما بحبش احطهم في صينية واحدة، عشان اوقات في جزء بيجي على التاني بيكون شكلها مش حلو من جوه في التقطيع. دلوقتي هنعمل الكريمة. حطيت للجزء الفانيليا كوباية كريمة، ربع كوباية سكر، معلقتين باستري، وهحط كوباية ونص مية ساقعة متلجة، وهحط كمان شوية كريمة لباني. هي طبعا مش هتاخد المقدار ده، هي هتاخد كوباية الا ربع بس انا كان عندي شغل تاني فخدت شوية كريمة اكتر. تمام. انا بقول لكم على المقدار اللي هيكفي الحشو بس، لكن التجليس طبعا برجع اضرب له كريمة تاني، ما بحطش فيها باستري وما بحطش فيها كريمة لباني. هضربهم بقى مع بعض لحد ما القوام كده يبقى متماسك وحلو جدا، وبعد كده هاخدها واقلبها كويس جدا قبل ما اشتغل بيها، علشان اي فراغات هوا تطلع منها. دلوقتي هعمل الكريمة اللي بالشوكولاتة. برضو خدت كوباية وخدت عليها معلقة سكر، وخدت كوباية مية ساقعة متلجة. هضربهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده بحط لكوباية الكريمة 200 جرام شوكولاتة مسيحاها مع 100 جرام لبن او مية او كريمة لبان. اهم حاجة ان الشوكولاتة دي تكون سايحة، بس تكون باردة ما تكونش سخنة عشان ما تسيحش الكريمة كلها. وطبعا مقدار الشوكولاتة اللي انا مسيحاه مش لازم تلتزم بيه خالص، ممكن تحطي 100 جرام بس شوكولاتة وتحطي معلقتين كاكاو، او تحطي المقدار كله كاكاو، بس في الحالة دي هتزودي الكريمة شوية عشان تكفي معاكي الحشو. تمام. ضربت بقى الموس بتاع الشوكولاتة، طبعا طعمه تحفة جدا. طعم الشوكولاتة اصلا اللي مستخدماها حلوة قوي، السما بستخدم سما دلوقتي، وكمان الفيتابيلا بتبقى حلوة، بس القوام بتاعها لما اتغير بقيت اجيب سما. دلوقتي الكيك برد خالص، هاخده اقطعه كده بالمنشار، عاملاه على 9. هي كل كيكة طلعت معايا حوالي 4 طبقات، سبحان الله، مع ان انا كنت عايزة 3 بس، وما توقعتش كمان تطلع 3 حلوين كده. بس الحمد لله طلعت كمان 4 طبقات. حلوة جدا وهشة وتحفة يعني بصراحة. بلم بقى اي فرافيت جنب كده علشان ما تأثرش عليا وانا بشتغل، وبعد كده خدتها بقلبها كده بالشكل ده، وبحط الطبقات قدامي، وابدأ احط برضو كيس في الصينية واشتغل. اي طرقة ارتفاع عالي بحب اشتغلها في الصينية زي ما انتم شايفين كده، علشان بس لما احطها في التلاجة الكريمة تتماسك، واجي اجلسها ما تغلبنيش بقى بعد كده. الطريقة دي بتسهل عليكي كتير جدا بعد كده. هحشي بقى الطبقات بتاعتي، طبعا بسقيها الاول. انا بسقي بيست، ممكن تسقي شربات، كوباية سكر على كوبايتين مية وعصير ليمونة، ويغلوا على النار غلوتين كده لحد ما السكر يدوب. وبعد كده ممكن تحطي نقطة فانيليا لو عايزة، وتسيبيه يبرد خالص وتسقي بيه. تحطي بقيته طبعا في التلاجة عشان ما يحصلوش حاجة، وعشان كمان طعمه ما يغيرش. الطبقات بحط فيها مع موس الشوكولاتة نوتيلا متسيحة بزيت، ممكن تحطي جناش كمان، وبحط مكسرات. والجزء التاني بحط صوص فراولة مع مكسرات، والطبقة التانية بحط فيها مانجا. فالتورتة كده كلها تلاقيها محشية حاجات، وطعمها حلو جدا وغني وبتعجب العملاء قوي. يعني ما تبقاش التورتة منظر من بره بس، لازم كمان طعمها من جوه يكون حلو.
علشان هما يرجعوا يطلبوا منك تاني، وعشان اللي ياكل معاهم او يدوق الحاجة بتاعتك ويسأل منين يرجع ياخد منك تاني كمان. من ساعة ما بدأت اشتغل بصراحة والعملاء واخدين على مستوى معين في الحشوات بتاعة التورت، فما بقللش خالص الحشوات بتاعتي. ممكن مع ارتفاع الاسعار بزود انا سعر التورتة شوية، لكن ما بقللش خامات بصراحة. هنا حشيت 7 طبقات وسبت الطبقة الاخيرة دي عشان مش عايزة ارتفاع اكتر من كده، وبعد كده غطيتها وحطيتها في التلاجة. جبت كريم شانتيه هاي كواليتي، سمعت ان هو حلو وناعم كده في التجليس، قلت اجربه معاكم. طبعا انا لما بجرب حاجة اول مرة ما بجيبش منها كتير، انا جبت منها ربع كيلو بس، قلت اجربه. خدت كوباية وخدت عليها كمان ربع كوباية سكر، وهاخد عليها كوباية ونص مية ساقعة متلجة. طبعا النتيجة بتاعته ما حبيتهاش قوي زي اي كريمة بستخدمها، مع انه هو برضو مش رخيص خالص، هو ب300 تقريبا الكيلو. بس انا يعني كنت شفت ناس شكرت فيه قوي ان هو ناعم وما بيعملش فراغات وكده، بس بصراحة هو ما عجبنيش قوي. يعني انا لقيته برضو عمل فراغات، وقعدت اقلب فيه كتير، وحطيت شوية مية كده صغننين برضو علشان اظبطه، فبرضو يعني مش هو احسن حاجة. ده كان اسمه هاي كواليتي، مش عارفة بقى ده النوع اللي هما الناس بتشكر فيه ولا لا بصراحة. بس دي تجربتي معاه، يعني ما حسيتش فرق قوي، او ان هو اسهل من الانواع التانية في الموضوع بتاع التجليس ده، لا. طبعا حطيت الطبقة الاولانية زي ما احنا متعودين، وبعد كده بحط الطبقة التانية. بالذات لما اكون هعمل الوان فواتح لازم نعمل الموضوع ده، لازم نلم الفرافيت ونداري اي لون كده من تحت علشان ما يطبعش بره ويكون شكله مش حلو. طبقة التجليس دي بعد ما قلبت فيه كتير جدا علشان اشيل الفراغات، وحطيت شوية مية زي ما قلتلكوا علشان يظبط معايا، يعني زيه زي اي نوع تاني بصراحة. بالعكس الانواع التانية طعمها احلى واجمل من ده. دلوقتي هنعمل الكريمة اللي هنلون بيها. خدت لون اخضر مع لون اصفر مع نقطة بني علشان اوصل للدرجة اللي العميلة كانت عايزاها. وطبعا الفيديو مش مطلع اللون زي ما هي في الحقيقة، اللون في الحقيقة بيكون لون، وفي الفيديو بيكون لون تاني خالص، مش عارفة ليه بصراحة. ببدأ احط اللون نقط نقط كده لحد ما اوصل للدرجة اللي انا عايزاها، وبعد كده اشتغل بيها. بدأت اعمل شكل الزجزاج كده. طبعا الفيديو بقى موضح هنا، مش عايزة اتكلم كتير عشان ما تقولوش عليا رغاية، وانا اصلا والله مش رغاية ولا اي حاجة، انا بحب اوصل لكم المعلومة بس كاملة. انا طبعا قدامي الرسمة، انا اصلا عملتها قبل كده على الجروب، وهي برضو العميلة شافتها على الجروب وقالت لي عايزة زيها، بس كانت على الجروب باللون التركواز تقريبا او حاجة زي كده، مش فاكرة بالظبط كان اللون ايه. برضو كان لونها حلو قوي قوي، وكانت برضو بنفس الشكل كده. طبعا لما اتطلبت مني ما كنتش ما يعني كنت بين البنين كده، ما بين القناة القديمة وكنت موقفة، وما بين افتح واحدة جديدة ولا لأ. فطبعا ما كنتش صورتها وكنت زعلانة، يعني التورة صراحة اللي كنت زعلانة ان انا ما صورتهاش معاكم، بترجع تتطلب مني تاني، فبتبسط قوي علشان اصورها معاكم. بشتغل بالراحة خالص كده علشان ما لخبطش الدنيا، واخلي بالي من المسافات. لو هحط كلمة في النص او في الوش زي ما انا كنت حاطة هابي بيرث داي كده، لازم احط برضو الكلمة قبل ما ابدأ اشتغل خالص، واقدر المسافة بتاعتها كده علشان ما اجيش اعمل الزجزاج والاقي في الاخر مفيش مكان في النص للكلمة بتاعتي احطها. هلاقي التورتة شكلها اختلف تماما وشكلها مش حلو خالص، فلازم اخد بالي من كل الحاجات دي وانا بشتغل. بعد ما عملت الزجزاج ده، عملت بقى الدست الذهبي، حطيت عليه فانيليا. طبعا لما بدوبه بالفانيليا بيدي احسن نتيجة وبيدي لمعة حلوة قوي. هو طبعا بيدي شوية مرارة، بس مع الكريمة ما بيديش اي طعم خالص، يعني ما تدوقيهوش لوحده علشان ما تتضايقيش منه. بعد كده حطيت سبرينكلز ذهبي وابيض صغير خالص، ما كانش عندي اللون الذهبي فكان عندي لون اصفر. حطيته بقى في الدست الذهبي، حطيت له شوية دست كده في علبة صغيرة، وقعدت ارج فيه علشان يديني اللون الذهبي. وبدأت احط برضو السبرينكلز الشكل اللي هو ده، مش عارفة اسمه ايه بصراحة، بس بيدي شياكة حلوة قوي للتورته. عايزة اقول لكم العلبة فيها 6 تقريبا، كانت ب25 جنيه لوحدها كده من غير اي حاجة خالص. فاي حاجة طبعا بتضاف على التورته بتزود تمنها، وطبعا لازم تعملوا حساباتكم كويس جدا قبل ما تردوا على العملاء التورته دي سعرها كام.
علشان ما تتفاجئوش او ما تاخدوش الاوردر وبعد كده تقولوا اقول سعرها كام، ما ينفعش خالص. لازم نتفق على كل حاجة قبل ما نبدأ شغل في التورتة اصلا. دلوقتي هعمل اللولي بوبس كده، الدواير اللي عليها دي ممكن تتعمل بسكر وممكن تتعمل بشوكولاتة وممكن تتعمل بعجينة سكر. انا عملتها المرة دي بعجينة سكر، عملتها معاكم في فيديو قبل كده بالشوكولاتة، وان شاء الله بعد كده هعملها لكم بالسكر. كنت عاملاها على القناة القديمة، بس بإذن الله هبقى اعملها معاكم على القناة دي بإذن الله. دهنت نقطة مية بسيطة خالص وحطيت سبرينكلز من اللي انا حاطاه برضو على التورتاية ابيض ودهب. حطيتها هنا في الستيكس بتاعت الشيش طاووق، بس بعد كده لقيت ان انا اصلا شاريالها العصيان اللي هي بتاعت اللولي بوبس، فبعد كده انا شلتها من الستيكس دي وحطيتها في التانيين بتوع اللولي بوبس اللي هم البيض اللي لونهم ابيض، فكان شكلهم احلى طبعا على التورته من دول. بعد كده عملت المكرون بالقطاعه، ممكن برضو لو ما عندكيش عملته معاكم قبل كده يعني عادي ممكن تحطي كيس بلاستيك على عجينة السكر وتقطعي بالدايرة، هتديكي شكل الدايرة البومبي شوية، وبأي حاجة عندك تديلها شكل الطرف بتاعها ده، بتكون سهلة جدا انك تعمليها وبالمقاس اللي انت عايزاه. حطيت كلمة هابي بيرث داي دي، ما لقيتهاش فاكيوم، انا كنت جايباها قبل كده في التورته اللي كانت على الجروب، كانت فاكيوم، كانت ورقة كده بتلزق على الكريمة زي بتاعة الفراشات الذهبي، بس ما لقيتهاش المرة دي، فالجيش قالك اتصرف. لقيت عندي هابي بيرث داي دي، فشلت منها العصاية من تحت وعملتها بالشمع، يعني لزقت العصاية بقى، قطعت منها جزء كده ولزقتها بالشمع في الكلمة علشان ادخلها في التورتة كده وتثبت ما تقعش من التورتاية. تمام. وبعد كده بدأت احط بقى كل حاجة انا جهزتها حطيتها، وحطيت شوية صغننين كده من ورق الدهب علشان ينطق التورتاية معايا. وطبعا المكرون برضو كنت دهنته بالذهبي، الدست اللي هو متدوب بالفانيليا. الورق الدهب ده رقيق جدا جدا، يعني اول ما بيلمس الايد كده بيلزق في الايد خلاص، فلازم تمسكيه بملقاط زي ده كده. هو ملقاط بتاع علبة لينسز بصراحة، بس جديد خالص، انا سبته للورق الدهب ده، ما استعملتوش في اي حاجة تانية خالص. ده شكل التورته النهائي، يا رب تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير.